80% مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. 80% ايه؟ مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. مبوظين الكوره. مفيش مواهب. بس ممكن يشوفوا ان انت ادائك ما بقاش زي الاول، مش محمد السن رمضان. مجرد رقم. في لعيبه في الدوري الممتاز بتلعب عندها 40 سنه، غير الاهلي والزمالك، في انديه تانيه برضه 39 سنه بيلعبوا. وانا بقول لك لو لعبت في الزمالك ماتش ما كنتش هطلع من الملعب، انا كنت بقى في حته تانيه. خلال حواراتي مع اي لعيب او بنتكلم مع اي لعيب، دايما بيتكلم ان اللي مبوظ السوق في مصر في انتقالات اللعيبه والاسعار العاليه والكلام ده الوكلاء. انت شايف ايه؟ طبعا. طبعا. 80% مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. 80% ايه؟ مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. مبوظين الكوره. مفيش مواهب. مفيش مواهب بجد. بس مبوظين دي كبيره قوي. بقول لك مبوظين الدنيا، مبوظين الكوره في مصر. ليه بقى؟ هديك مثل بيا انا. حلو. انا العب في 10 انديه دوري ممتاز. ماشي. تمام كده. واثنين ماشي 33 سنه. حلو. تمام كده، مش لاقي حته اروح. مش لاقي حته تروحها. خد بعد الاسم ده كله منتخب عسكري كاس عالم ومنتخب محلي، مش لاقي حته اروح. وفي وكلاء كانت بتتمنى ان ترن عليا، فبكلمها ما بتردش عليا. ما تردش عليك. اه بس ممكن يشوفوا ان انت ادائك ما بقاش زي الاول، مش محمد السن رمضان. مجرد رقم. في لعيبه في الدوري الممتاز بتلعب عندها 40 سنه، غير الاهلي والزمالك، في انديه تانيه برضه 39 سنه بيلعبوا. طب وشايف ده ده ليه؟ اداء. احكم عليا في الملعب. تمام، ما دي سنه الحياه، ما طبيعي ان انا اكبر، ما طبيعي اي حد كده. مم. فانا بقول لك الكوره في مصر، الوكلاء في مصر مبوظين الكوره في مصر، مفيش مواهب. طب عدي مبوظينها على دكه بمعنى مش ايه؟ هتلاقي 20 15 لاعب موهوب في مصر. لا، بمعنى ايه مبوظينها؟ هقول لك بمعنى ايه. انا مثلا عايز اروح مثلا عايز اخش مثلا عند حامد، ماشي. فمش هيدخلني عند حامد غير الاستاذ مصطفى. ماشي. فاي حد غير الاستاذ مصطفى مش عارف يدخلني عند حامد. هي الكوره بقى كده. قصدك ان الوكلاء مع مجالس الادارات بالظبط، مع بقى في مدربين. بيزنس. مع مدربين في بيزنس طبعا. طبعا. وهل ده طبيعي ان يبقى في بيزنس ما بين مدرب ووكيل لا، واداره؟ فالكوره لا. في الكوره لا. طبعا. بس ده بيحصل في مصر. في كتير. طبعا. بدي اقول لك امثله كتير. خالد قمر اعتزل. حلو. خالد قمر بيلعب، خالد قمر هداف ولاعب كبير واسم كبير. انا عايز اقول لك احسن من لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز دلوقتي حاليا. طب وانت شايف نفسك خالد قمر. احسن من لعيبه في طبعا. الدوري الممتاز؟ طبعا. تقدر تلعب في انديه مين؟ اول 5 انديه ولا؟ العب في اي حته، انا ما بخافش من حد، واثق في قدراتي. اه. وانا بقول لك لو لعبت في الزمالك ماتش ما كنتش هطلع من الملعب، انا كنت بقى في حته تانيه. مش هنتكلم على اللي احنا فيه دلوقتي، ما انا خلاص بقول لك بقى ماضي. ف- انت دلوقتي شايف ان انت اول 5 انديه في الدوري تقدر تكون موجود في واحده منهم؟ العب دي المشكله. يعني ترتيب الدوري الاهلي، بيراميدز. تمام، يعني انت شايف ممكن تبقى في المصري او زد او بنك الاهلي او كلهم بيلعبوا الاتحاد؟ في الخمس ست عندهم كلهم اصحاب اه. وبيلعبوا عادي، ماشي. احسن مني فيه يعني، هو السن مجرد رقم. وفي ناس عندهم يعدوا 35 سنه بيلعبوا، مم. 34 سنه بيلعبوا. صح، انا 33 سنه. هو انا عشان مش لازم اطلع اطبل واطلع اتكلم واعمل، لا أنا مش طب كده. بقى لمين؟ اي حد ما هو بيطبله زي ما اي حد بيطبل. انا ممكن اطلع اتكلم في الاعلام زي ما انا ساعات اطلع في الاعلام كتير، انا ما بحبش اطلع في الاعلام. حلو. لا، اللعيبه اللي موجوده دي بتطبل مثلا، قصدك لمين؟ بيطبلوا زي ما بيطبلوا بقى، مش بتكلم على اللعيبه بتطبل. اه. بتكلم على الوكلاء. الوكلاء. يعني دلوقتي مع رمضان مش مطلوب، حلو. ما بيكلموش رمضان. حامد مش مطلوب، ما بيكلموش حامد. مم. طب شايف اسعار اللعيبه اصلا كمرتبات للاعب وكفلوس بتدفع للانديه في الصفقات، شايف ان ده طبيعي؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا، انا لو الفلوس دي، لو انا كنت بقيم بتروجيت، انا كنت خدت 30 مليون في السنه. لو انت كنت في بتروجيت في عزي في لما كنت عزك بتروجيت كده كنت تاخد 30 مليون في كنت اخد السنه. مليون 30 في السنه. بتروجيت كان ياخد كام؟ كان ياخد له ولا حاجه 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. اه. انت كنت تبقى اغلى صفقه. اه. مش كلام. مش كلام. عشان انا كنت في حته تانية. بتروجيت فعلا منتخب حته. عسكري ومنتخب محليين، ولعبت وجالي انديه كتيره. كان مم. 6 انديه بيتخانقوا عليا انا وانتشروه. فاما جالي الزمالك ما قدرتش افكر، ما قدرتش خلاص.